الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على كل اهالينا في المرج. احنا النهارده بعد مجهود 5 سنين ان شاء الله في زياره لارض حوض العلوه اللي بالشيخ منصور في منطقه الزهور. تم انهاء اجراءات ان شاء الله نقل الارض من الشركه القابله لتشغيل التعمير للهيئه العامه للابناء التعليميه. النهارده موجوده يعني باشمهندسه عزيزه على قلبي وبشكرها وربنا يجعله في ميزان حسناتها، المهندسه رباب السواح مديره الملكيه العقاريه الهيئه العامه للابناء التعليميه في القاهره. معانا المهندس ناصر من الابناء التعليميه، ومعانا اهالينا موجودين من منطقه الزهور عم مصطفى قطز، ومعانا كل حبايبنا موجودين. ان شاء الله بامر الله تعالى احنا كده خلاص وصلنا لبدايه الطريق لبدء المشروعات. ال 25% اللي هي قيمه الدفعه الاولى اللي هتدفع من الابناء التعليميه ل قصر الاميره نعمت، هي الارض نفس الشركه اللي مالكه، يعني الشركه اللي مالكه ارض الاميره نعمت. لما انا عايز اشكر الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، لانه الابنيه كان عندها في وقت من الاوقات عجز في المباني، فبالك ان احنا بنشتري ارض. عايز اشكر حد محترم جدا وفادنا في حي المرج في مساله تقليل الكثافات، اللي هو يسر سالم مدير الهيئه العامه للابناء التعليميه، بنشكره كتير جدا جدا. نشكر مستشارتنا الفاضله دكتوره هاله السعيد على دعمها الاضافي لحي المرج لمزيد من المشروعات. ان شاء الله بامرك انت يا رب تبقى هنام مبنى او مجمع هنا هيخدم منطقه الزهور والشيخ منصور وامير حماده وارض الجنينه والمرج الغربيه بشكل عام، ويقلل الكثافات. حاجه بشكر باشمهندسه رباب السواح، اولا نورت المرج وشكرا على اللي بتعمليه معانا في المرج. الست دي تعبت معانا 5 سنين. لو في كل مكان في مصر في حد عنده نفس الروح، كتير جدا من مشاكل مصر البيروقراطيه والروتينيه تتحل. ربنا يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله اشرف المرسلين. احنا يا جماعه بنأدي واجبنا، ما بنعملش اي حاجه تفضلا، هو رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقنا. وطبعا رؤسائنا سياده اللواء رئيس الهيئه وسياده المديره بتاع فرع القاهره الجماعه بيطلقوا ايدينا في ان احنا نعمل كل حاجه ويقدموا لنا الدعم اللازم. والحقيقه الاستاذ احمد علي بذل جهد خارق في هذا الموضوع وسعى سعي كامل عشان نكمل للمجهود اللي عمله رئيس الهيئه ووزير التعليم والقيادات الكبيره في محافظه القاهره. فالحقيقه ده مش مجهود فردي، ده مجهود جماعي، واعتقد ان اي مصري مش اقل من ان هو يقوم بهذا الدور، وربنا ان شاء الله يوفقنا ونتقابل يوم الافتتاح على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حابب اذكر 2 تعبوا معانا في الموضوع وبذل مجهود كبير جدا. المهندس هشام ابو العطا رئيس مجلس اداره الشركه القابله لتشغيل التعمير، لان الراجل ده راجل ربنا يبارك له تعب معانا. الارض ما اتقيمتش تاني. الجمعيه العموميه للشركه وافقتها ان دي مشروعات تعليميه. لجنه التسمين اللي عملت تخفيض كبير قوي للارض عشان تتنقل بسعر. بالمناسبه قيمه الارض دي 19,700,000 جنيه هتدفعها الهيئه العامه للابناء التعليميه للشركه، ده غير تكلفه المباني. فبنشكر اللواء يسري مدير الابناء التعليميه، بنشكر المهندس الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه، نشكر المهندسه سهام مديره الابناء التعليميه في فرع القاهره. بشكر اختي الغاليه برحب بيها تاني، ربنا يبارك لك. وان شاء الله ايدينا في ايدين بعض يا رب ان شاء الله ان شاء الله بامر الله. دي اخر احساسنا في المرج ان شاء الله هيكون في كنا لسه بنتكلم انا وباشمهندسه رباب السواح على ما تبقى من ارض الاسرانيه يعمل جزء يتعمل مشروعات تعليميه، وعندنا ارض الشؤون الاجتماعيه اللي كان ليها تجربه كانت هي ماسكه الموضوع برمته في مساله نقل الارض من الشؤون الاجتماعيه. ده موقع العام للارض برضو عشان يعني تبقى حضراتكم عارفين، هي معموله حاليا ساحات جراج. وبالمناسبه كنا لسه بنتكلم انا وسياده اللواء ايهاب رئيس حي المرج على مساله توفير ساحات بديله لاهالينا اللي هم اكل عيش كانوا هنا. بنشكرهم ان هم حافظوا على الارض. شكر خاص للمرحوم الحاج محسن البربري. الراجل ده اول حد اداني الورق بتاع الارض دي وارض قصر امين احمد
الله يرحمه ويجعل سعيه في ميزان حسناته، وان شاء الله بامرك انت يا رب في وضع حجر الاساس هيكون في حاجه تكريم على روحه، ربنا يرحمك يا ابو محسن. وان شاء الله بامرك انت يا رب يكون واحنا في الافتتاح يكون في حاجه تكريما ليه على مجهوده. دي الارض، يعني هي معموله ساحات جراج هنا اهو. بص تعالى لانه ده يبقى شيء عظيم جدا. يا ريت عم محسن تعب معانا جدا، والاهالي كلهم تعبوا معانا، انت بتتعب معانا في الملف. ربنا يبارك لك. ودي ده المحيط العام للارض. الارض مجابه ليها سور المترو. اللي ما يعرفش فين حوض العلوه، ان كتير قوي بيقول لي فين حوض العلوه. حوض العلوه دي اللي طالع كوبري الشيخ منصور، هيلاقي على يمينه ارض كبيره كده معموله ساحات جراج. فده سور المترو. هنا الشيخ منصور مصنع العلف، منطقه الزهور المرج الغربيه. ده اللي ما يعرفش فين الارض. محط كوبري الشيخ منصور هناك اهو، اللي نازل من كوبري السلاح الشيخ منصور 50 متر على اليمين، وهي في طلعه كوبري، في طلعه الكوبري بتاع الشيخ منصور. دي الارض كلها، المساحه كده كلها الارض معموله ساحات جراج. مدير الاملاك في حي المرج قعدوا معانا في المرام ده، والهواء الجوابات واللازمه دي كلها طبعا الارض. كل الجزء ده برضه تبع الارض. الارض مساحتها كبيره، حوالي فوق اكتر من 6000 متر. الارض معديه للشارع الثاني اللي هو شارع ابراهيم صبري او بنسميه شارع المسقى. الارض معديه للشارع الثاني. هنا بنسميه ان شاء الله مجمع مدارس الزهور، لانه ده شارع الترعه. حابب اشكر الاستاذ مهندس عماد من حي المرج. ده شارع المسقى او شارع الترعه، منطقه الزهور الشارع الثاني اهو. فبالتالي احنا عندنا سور المترو زي ما وريناه لكم هناك. ممكن المدرسه يبقى بقى من هنا عشان الطلبه، عشان سور المترو. برضه في استكمال لسه للارض موجود. هي الابنيه التعليميه هتاخد حوالي 2400 متر. الابنيه التعليميه لغايه دلوقتي حددت 4198 متر. طبعا في ضوايع تنظيم عشان سور المترو بيطلع على حوالي 2600. تمام. في حوالي لا هم خلاص الخدوم اللي 6000 متر 4198 اللي ما يعرفش فين ارض حوض العلوه بس ده كوبري الشيخ منصور. ايه ده بس شويه، ايه ده بس خلص بس عشان انا معايا موضوع كده اخلص فيه واكلمك. في ارض هنا واخد حق المنظر هناك. ده ارض حوض العلوه دي بتاعت القدر احنا زي ما وعدناكم، وجسر الثقه اللي بنيناه مع اهالينا في حي المرج اللي منحونا ولينا الشرف منحونا الثقه لدوره ثانيه. مبني على حاجتين، رقم واحد والاهم الصدق، رقم اثنين تنفيذ الوعود. انا 4 سنين او 5 سنين بسعى في الارض دي. انا سعيد النهارده انه بدايه نقل الارض من قطاع الاعمال لهيئه الابنيه التعليميه. وبشركم بشرى كويسه، نفس الشركه اللي مالكه الارض دي اللي خدناها هي اللي مالكه قصر نعمت. فدي بدايه الطريق ان شاء الله لارض قصر نعمت ان شاء الله. صباحكم تفاؤل وخير وعمل وامل. بشكر كل اهالي المرج اللي وقفوا فينا، اللي بياخدوا بايدينا، اللي بيشجعونا.
وبكرر الشكر لكل اخواتنا اللي وقفوا معانا، اللي هم هدفهم وهدفنا تحسين جودة الحياة لأهالينا في حي المرج. مبروك على أهالي المرج الغربية، إن شاء الله مجمع مدارس الزهور اللي في أرض حوض العلوة للشيخ منصور. وصباحكم زي الفل إن شاء الله. بشكر مهندس عماد هو اللي خلاك تاخد فتره ثانيه وان شاء الله تاخد فتره. يا رب ان شاء الله. المرج محتاجه شغل كتير. بنسعى بقدر الامكان في ذوق موارد يعني محدوده بعض الشيء. فده جزء من حق اهالينا علينا. عندنا الكثافات كان قلت لحضرتك اشتغلنا في 17 مدرسه في المرج، ولكن احنا عندنا زياده في الطلبه من 17 ل 25% سنويا طلبه. فان شاء الله يكون نواه لمجمع مدارس او مدرستين او ايا كان يخفف الكثافه، خاصه انه مجمع المدارس بتاع قصر نعمت بيستفيد منه القليوبيه اكتر من اهالي المرج. شكرا لكم جدا، وان شاء الله نتقابل مع حفل التكريم اللي على روح عم محسن البربري، اول حد اتبنى الارض دي. ربنا يرحمك يا عم محسن، نقرا له الفاتحه كلنا، ربنا يرحمه ويجعل تعبه في الارض دي في ميزان حسناته، وان شاء الله يبقى مع وضع حجر الاساس والبدء قريب ان شاء الله يبقى في تكريم على روحه. وشكرا لكل اهالينا في منطقه الزهور. وحابب اشكر الراجل الطيب ده عم مصطفى. شكل الارض بالمحريات كان شيء مهم في انخفاض الارض. حابب اشكر كل اللي كانوا معانا من قبل كده في تسليم الارض، عم عبد الله حشيش، حاج حماده حسني، عم الشريف منتصر، عم مصطفى بيتشر فيصل، خالد فتحي، كل الحبايب اللي كانوا واقفين معانا، عم صبحي، الحاج فتحي، كل الناس اللي كانوا حاضرين معانا الافتتاح الجميل ده. كان معايا سياده النائب النهارده وشه حلو علينا، سياده النائب محمد رضا البنا، بس هو مشغول في حاجه في الصرف الصحي اعتذر عن الحضور. محمد البنا وشه حلو علينا، يعني هو كان حابب انه يبقى موجود، بس قال لي خليك انت موجود هنا، وانا هو بيخلص مشكله في الصرف الصحي. بشكره جدا على دعمه لينا في الملف ده. شكرا لكم جدا.